غرق كده يا باشا الشوكولاته زي ما انت عايز، كده كده المكان بتاعنا. تفتكروا بقى هو ايه المكان ده اللي سايبنا نلعب بالشوكولاته كده بالمنظر ده؟ هو مش سايب لنا الشوكولاته بس، لا هو حرفيا سايب لنا المكان كله نعمل فيه اللي احنا عايزينه. هي فكره بقى المكان ده ببساطه ان انت بتنقي الفاكهه اللي انت عايزها وبتديها لهم تتوزن وبيعملوها لك عصير. واللي يعرف بقى هي ايه الفاكهه دي وايه السبب اللي مخليها غاليه قوي كده يكتب في الكومنتات. وبالمناسبه الفاكهه اللي في اول رف دي مش خوخ بس عشان تبقوا عارفين. بصوا يا جماعه، بما ان النهارده درجه الحراره فوق ال 30 فتعالوا نشوفوا حاجه ساقعه كده نشربها. احنا دلوقتي في اكتوبر الحي الاول في وسط مول عند طحون، من عند الدبدوب الناحيه الثانيه الدور الاول هتلاقوه في وشه. المكان ده بقى مسمي نفسه ان هو بيلعب بالفاكهه لعب. عندهم كل انواع الفواكه اللي تتخيلوها وبتعملوا منها عصير. غير بقى العصير لو مالكش في العصير هم عندهم الفاكهه كده كده بتتشرى بالوزن. كابتن انت هتنقي بقى الفاكهه اللي انت عايزها وفي الاخر توديها تتوزن. وكون بقى ان انت تعمل عصير على مزاجك، فانت ممكن تعمل عصير ب5 جنيه عادي، والبومب الواحده من اي واحده من دول بجنيه. فبدانا بالويلكم درينك وكان النهارده بطيخ. معلومه بس هم بيعصروا العصير زي ما هو، ما بيتضافش عليه ولا سكر ولا ميه. دلوقتي نختار الفاكهه اللي احنا هنعمل منها القاب، نضيف عليها الصوص اللي احنا عايزينه. بص احنا ممكن ناخد واحد انسيه ومثلا واحده كيلو حلو وواحده كيلو. قالوا بقى كده نديهم للبريست عشان يقطعهم ويعمل منهم القاب. ده شكل القبين بعد ما خلصوا اناناس لوحده واناناس مع كيوي. قطعنا بقى الاناناس والكيوي، تعالوا بقى نضيف عليه شوكليت. انت هنا بقى بتعمل الاضافه اللي انت عايزها بالكميه اللي انت عايزها، وبتتحسب هنا بقى بالمعلقه الواحده. انا عن نفسي عشان بحب الشوكليت فانا هغرقه حرفيا شوكليت. واخيرا لقينا مكان يسيبك تكريت الاوردر اللي على مزاجك. نحط عليها كراميل. بص هي البومب بجنيه بس كده، بومبايه واحد اتنين، حطوا 3 بومب ب3 جنيه. تعالوا بقى كده نعبوهم دول ونعملوا ميكس عصير بين اربع فواكه مختلفين. يلا بينا. خد كيوي، خد بطيخ. هناخد اول حاجه دراجون فروت. الدراجون فروت ده كنت عايزين نعمل منه عصير. وانا هعمل منه خلاص. طب ما تيجي نعمل واحد اثنين، ان احنا هنعملوا ميكسات غريبه وهنشربها وهتطلع حلوه. انتوا هتجربوها. خش على ايه تاني؟ ده ايه ده؟ تفاح احمر. تعالى ثلاث حاجات تانية. خش على الخوخ، انا بحب الخوخ كده كده اصلا. بص النهارده واحد سلايزين خوخ. ده انا ممكن عايز اعمل ميكس غريب كده برضه. ميكس اختراع بقى. بطيخ، هو بطيخ. حط بطيخ. بطيخ عشان الصيف. ادي يا عم، وانت فارق معاك. واحد دلوقتي اثنين. البطيخ ده الراعي الرسمي لايه؟ للصيف. حاجه رابعه عايزين ناخدوها. ناخد ايه؟ خد حاجه لونها بنفسجي. بنفسجي. كيوي. 2 كيوي. بص بقى كده الميكسات اللي احنا عملناها، دراجون فروت وخوخ وبطيخ وكيوي. ميكسات رهيبه غريبه. هنشوف بقى ايه دلوقتي هتطلع لنا ايه. لو بقى كان مقدوم بالباريستا وعملنا ميكس بقى من كل ده، نشوف العصير اللي هيطلع ايه. انتوا شايفين بقى كميه ميكسات غريبه مع بعض ازاي؟ يا ترى طعمهم هيبقى عامل لو ايه؟ بقى كان نشوف الميكسات اللي احنا طلبناها دي كلها تلاقي بيعمل كام. سلايز البطيخ ب2 جنيه والخوخ نفس الكلام. يعني انت ممكن ب8 جنيه تشرب عصير خوخ على بطيخ وتعمل بقى فيها الميكسات اللي انت عايزها. بقى نعمل الميكسات الاربعه اللي احنا عطيناهم له. تعالوا بقى نعمل ميكس تاني، بس مش ميكس تاني، هو ميكس عادي جدا. انا ناخد مثلا واحد افوكادو. بص احنا النقي ده حاسسها دي حلوه. افوكادو الطريه هي اللي هتبقى الطريه دي حلوه. طبعا. خلاص. الناشفه دي لسه ما استويتش يعني. هي اخترنا واحده طريه كده. تعالوا بقى نديها له. دي بقى هنحط عليها ايه؟ هنحط عليها عسل ابيض ومكسرات. الميزه بقى في المكان ده ان انت بتختار الفاكهه اللي انت عايزها اصلا وبتديها له يعملها عصير وتحط عليها الاضافه اللي انت عايزها. عجباني قوي فكره المكان ده ومش بيحكمك بحاجه معينه، لا هو حرفيا اللي انت عايزه هتعمله. واحنا عملنا بقى ايس كريم دراجون فروت. وبص بقى انت تقدر تخترع فيه وتضيف فيه بقى التوبنج اللي انت عايزه. ضفت نوتيلا مع جوز هند مع هنا العصير كان خلاص اتعمل وربنا يستر من طعمه. عامه العصير ده هتلاقوه موجود عندهم في المنيو، انت تقدر بقى تضيف اللي انت عايزه. وده تاني عصير اللي هو الافوكادو العادي. نحط على الافوكادو عسل. العسل تقيل جدا. كده خدنا بوم. ناخد الثانيه. جمل، 2 كاجو، بندق و عامة بقى لو مالكش في كل ده وعايز تشرب العصير عادي فاقول لهم عادي هيعملوا. طعم اللبن فيه واضح قوي الصراحة، عجبني. وعجبني كمان بقى ان انا ضايف عليه كل اللي انا عايزه. جامد مع مكسرات. الاختراع اللي احنا عملناه، ترى طعمه بيعمل ازاي؟ هو احنا عملنا ميكسات كتيرة كده في بعض، فاكتر طعم كان طاغي واضح وهو البطيخ. وبطيخ احنا حطينا بطيخ مع بطيخ. اكتر طعم واضح البطيخ والخوخ عشان احنا كترنا البطيخ قوي. ده بقى اناناس على كيوي على نوتيلا. الاناناس والكيوي كانوا ساقعين فنزل عليهم النوتيلا فاتجمدت. بس الميكس ده حلو مع الشوكليت كان تحفه. ده بقى شكل الايس كريم دراجون فروت بعد ما اخترعنا فيه.
احنا عشان جربنا اخر حاجه فكان خلاص بيسيب. جربنا بقى كمان الموز والخوخ عليهم توبنج الشوكولاته، كانت حلوه قوي. الموز دي عجبتني اكتر من الخوخ. بس كده كان معاكم جو ناصر، استناكم بقى تجربوا طاحون وتقولوا لي رايكم.